فريق نيكس كسب حدث مثير جدا لأمريكا، وكان الرئيس ترامب موجود هناك. ولازم نسأل نفسنا إزاي الحدث ده انتهى بالشكل ده؟ أيوة يا صحابي، انتوا عارفين الإجابة بالفعل؟ يلا نبدأ من الأول خالص. فريق نيكس عنده ماتش كبير، الموضوع كان مثير جدا وحتى الرئيس ترامب راح. تمام، دي موكبه جامد جدا. يعني بعيدا عن إنه محزن إن راجل زي ده محتاج كل الحراسة دي، أنا شايفة إنه شيء مدهش إننا لسه بنعمل الطقوس القديمة دي، زي الاحتفال بقدتنا والتأكد إن كل الناس عارفة إنهم جايين. ده موضوع كبير، خصوصا في ماتش ضخم زي ده. إنهم يقدروا يحموا الراجل ده بالشكل ده حاجة فعلا مبهرة. فبرافو لكل اللي شاركوا في ده، كل رجال الأمن وكل رجال الشرطة وكل الناس من CIA والFBI وأي جهة تانية، كل اللي شاركوا في التأكد إنه ما يحصلش حاجة للرئيس ترامب. كلنا متحمسين جدا. أهو الموكب الرئاسي، أيام عظيمة، فعلا 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 حاجة رائعة. ليموزينات شكلها قديم ومثير، عارفين كل الهلالة دي، والناس بتصرخ وبتشجع في الشارع وكمان من بعض الجنائن. فعلا حاجة رائعة. كده بتبدأ الليلة، وبعدين طبعا الناس بتبدأ تتكلم وتتناقش. يا ترى رئيس ترامب بيشجع فريق نيكس؟ والكلام الكتير ده، يلا نشوف هيقولوا إيه هنا. ترامب: عارف أنا لي فترة طويلة مع الدوري، كنت مدير ترفيه الNBA من سنين. هو عمل إعلان أنا بحب الأطفال معانا، وكان دايما موجود في مباريات الNBA في ماديسون سكوير جاردن. فاكرين يا جماعة كلكم لما كنتوا بتلعبوا هنا؟ مش دريموند بس زمان كان عنده مقاعد جنب الملعب، كان هنا طول الوقت، كان بيحضر اختيارات اللاعبين. يعني هو فعلا مشجع حقيقي لفريق نيكس. فأيوة في شوية إزعاج للجماهير هنا، بس لو بصيت حوالين الصالة هتلاقيها مليانة. الناس سمعت الكلام، جم بدري، عدوا من أي إجراءات أمنية زيادة، وده ضروري. زي ما قلت أنا شايف إننا لازم نستخدم الرياضة عشان نخلق إحساس أكبر بالترابط بين الناس، مش العكس. أنا متفقة معاكي، وبصراحة فكرة إن الرياضة بقت سياسية بشكل مش معقول دي حاجة تزعل، بس في نفس الوقت ده شيء مثير. حلو إنك تروحي ماتش وتقعدي جنب رئيس بلدك حتى لو أنتي مش متفقة معاه، ده شيء مثير ومختلف، والرياضة المفروض إنها تجمع الناس كلها، صح؟ ده الهدف الأساسي. إحنا عندنا فريقنا وإنتوا عندكم فريقكم، وكلنا بنحارب عشان نكسب. في ناس بتتأثر وبتزعل، وناس تانية بتفرح وتتحمس، بس دايما في فرصة تانية المرة الجاية. وبرغم كده بطريقة ما المتطرفين المجانين قدروا يخربوا حتى مباريات الرياضة. ايه اللي اقصده بكده؟ طيب يا صحابي، خلوني ارجع بيكم من كام يوم لما باريس سان جيرمان كسبوا الماتش الكبير اللي كان بيحصل في باريس، وبدل ما اهل باريس يحتفلوا بالفوز الكبير ده ضد المملكة المتحدة، واللي زي ما انتوا عارفين في بينهم عداوة قديمة، قرروا حرفيا يولعوا باريس. ولما بقول هم أقصد المهاجرين وأقصد مؤيدي الإسلاميين، لأن الناس دي مش قادرة فعلا تستمتع وتقدر الثقافة الغربية اللي بتقدر الرياضة، بالعكس هم يفضلوا يدمروها، وده بالضبط اللي حصل هنا. أهلا بيكم في برنامج المواجهة، أنا يا ركاي مقدمتكم. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك علشان الحماس، ولو عايزين تتابعوا كل جديد بنقدمه دوسوا كمان على جرس التنبيهات. احنا ممتنين جدا لوجودكم معنا، لأننا بنواجه وبدونكم ما كناش هنقدر نعمل كده، فشكرا لوجودكم. يلا نكمل الفيديو ده وبعدين نشوف ايه اللي حصل بعد الفوز اللي جاي. انا عارفة انك من نيويورك، بقالك 55 سنة، وعارفين اني لازم تكون محايد، بس الموضوع ده كبير قد ايه بالنسبة لي. فكان عندي شوية كلام عن دونالد ترامب وهو رايح ماتش النكس، وعارف في اللحظة دي ده يوم الماتش، وأظن إن جماهير النكس عايزين يستمتعوا بالماتش الثالث، أول ماتش على أرضنا من 27 سنة. بس برضو مش واضح لي إن دونالد ترامب مشجع كبير للنكس. يعني الراجل ده أصلا يعرف الفرق بين كارل روف. طيب، مع اني مش عايزة اخلي الموضوع عن دونالد ترامب لانه فعلا ملوش علاقة بيه، دي بس مسألة ازاي قدروا يسيسوا الموضوع. هو النوع ده من الكلام اللي بيبدأ صح، بيبدأ مثلا بان الشخص ده ما ينفعش يجي، الشخص ده لازم يجي، يمكن هو اصلا مش مشجع. لو عندك ماتش كبير للنكس وانت رئيس امريكا والماتش ده مهم للامريكان، يبقى من حقك تكون موجود حتى لو مش مشجع. تمام، الموضوع بسيط وواضح، بس ده مش هدف الفيديو ده. هدف الفيديو هو اللي بيحصل بعد كده، صح؟ وده اللي بيحصل دلوقتي. تمام، دلوقتي عايزاك تلاحظ حاجة، لأن بس الناس اللي عندهم قدرة ملاحظة قوية هم اللي ممكن يشوفوا يمكن ايه الأعلام اللي مرفوعة في الحدث ده. احنا
يعني في اللحظة دي أنا فعلا حاسة إن علم فلسطين للناس اللي مش عارفين ده إيه هو نفس، أو على الأقل شبه، أو على الأقل رمز لنوع من أنواع الإرهاب. أنا مش شايفة إن لما بتشوفوا علم فلسطين بيرفرف في أي من المظاهرات دي إنه فعلا عشان شعب غزة. أنا شايفة إنه وسيلة. ده بقى الرمز الجديد لمحاربة الحضارات الغربية تحت ستار الاهتمام بالفلسطينيين. أقدر أقول لكم عن يقين إن الفلسطينيين مش فارق معاهم ماتش النكس ولا التاكسي ده، بس الناس دي قدرت تخلي الموضوع عن الحاجات دي. دلوقتي بس بصوا بسرعة كده، مين الناس اللي هنا؟ شكلهم ايه وهم بيدمروا التاكسي ده؟ ويلا كده نخمن دينهم ايه وانتماءاتهم السياسية ايه. هتتفاجئوا. دلوقتي الحدث ده بقى سيء جدا. مشجعين في نيويورك لابسين شيرتات نيكس بيدمروا عربيات التاكسي وهم بيرفعوا أعلام أجنبية بعد فوز فريق نيكس النهاردة. الموضوع بقى سيء لدرجة إن زورا الممداني أعلن إن حفلة مشاهدة مباراة النيكس اللي كان بيروج ليها قدام ماديسون سكوير جاردن لازم تتلغي. طيب للناس اللي بتتابع أونلاين، أي حفلة مشاهدة للنيكس عندها الكلام ده تقوله؟ يلا نشوف. سمعتوا اللغة؟ سمعتوا إن دول مش أمريكان؟ هم قدروا يخربوا كل حاجة. كان المفروض يبقى احتفال، كان المفروض يبقى يوم حماسي. النكس كسبوا، يا سلام، حاجة كبيرة، فرحة جامدة، حاجة شيك قوي. وبرغم كده بالشكل ما قدروا يخلوها مناسبة كلها دمار شامل. مناسبة ثقافية أمريكية جميلة تانية اتحولت لعنف مقرف يا جماعة لازم نلم نفسنا شوية. العنف تتحداني؟ اللعنة على الشرطة. لا انسى الموضوع، تعال هنا. اللعنة. شايف أصحابه بيقولوا لا بلاش كده، هتتسبب لنفسك في مشكلة. ده ماتش نكس. بصراحة أنا حاسة إني متعاطفة مع الضباط دول. أكيد الموضوع مرهق جدا ليهم، أكيد عارفين إن في حاجة هتحصل غلط، أكيد عارفين إنهم مش بيتعاملوا مع جمهور عادي في اللحظة دي، وده اللي اتدربوا عليه. بس لازم يكون عندنا تعاطف ونفتكر ونقدر إنهم لسه موجودين بيحاولوا يدافعوا ويرجعوا إحساس إن الأمور طبيعية شوية في الأوقات المجنونة دي. على أي حال هو ده الموضوع. مرة تانية الناس المجانين دول قدروا يخربوا حاجة كان المفروض تبقى لطيفة. وهل ده مفاجأة إنهم بيهاجموا الثقافة الأمريكية والتراث الأمريكي وإرث أمريكا وقيادة أمريكا، وكل ده باسم إيه؟ علشان يفرغوا شوية تستوستيرون أو يثبتوا وجهة نظرهم بعلم، فبيضمروا تاكسي. المفروض كل واحد فيهم يتقبض عليه بجد، لازم كلهم يتقبض عليهم ويتحبسوا كام سنة
علشان يتعلموا درس ويبقى عبرة لغيرهم كمان. مش من حقك تعمل حاجة زي كده. على العموم، شكرا لاهتمامك بالموضوع ده.